الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانية غفر الله ذنوبكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة لتعجيل فرج المولى بأعلى صوته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا بحق محمد وآل محمد عليك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته المظلومين، لعن الله الظالمين من الأولين إلى قيام الدين. لعن الله الظالمين لكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا محروم يا عطشان يا حسين. يا ليتنا كنا معكم سادتي، ونفوز فوزنا عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى بحرمة النبي وآله أن يتقبل أعمالكم أعمالنا إنه أرحم الراحمين. قلت لي جزاك الله خير الجزاء. موضوع غاية بالأهمية أيها الأحبة، وموضوع شوية هذا الالتفات، الموضوع هواي دروس وعبر من حياتنا أيها الأحبة. هذه الآيات الكريمة من سورة الأعراف. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا موقف من المواقف عن رجل من قوم موسى، كان من أصحاب موسى عليه السلام، من أتباع موسى عليه السلام، وكانت إلى مكانة عند الله سبحانه وتعالى. قبل أن أمر على الآيات أيها الأحبة أريد أسرد القصة
وابينها واليوم ارجع الى مفردات الايات شلون ذكرت. جزاك الله خير. فانت اربط فيه شويه وخاف تعبان فشوي اترك التعب والتفت لي. جزاك الله خير. جزاك. القصه اخواني كالاتي. جزاك الله خير. موسى عليه السلام كان من جمله اتباعه من جمله اصحابه شخصيه تسمى بلعم ابن باعوره. هذا الرجل شنو قصته وشنو موقفه وشنو قضيته؟ هذا الرجل سبحان الله، الله سبحانه وتعالى من عليه بنعمه، أعطاه ميزة تختلف عن بقية أصحاب موسى عليه السلام. شنو هذه الميزة أيها الأحبة؟ ألا وهي ميزة استجابة الدعاء. رجل إذا يرفع يديه إلى الله رب العالمين شنو؟ استجيب دعاء. طب هاي نعمة لو ما هي نعمة؟ نعمة وتفترق عن بقية أتباع موسى وأصحاب موسى. أو مو كل واحد يرفع إيده إلى الله سبحانه وتعالى الله يستجيب دعاء. وهاي استجابة الدعاء بواسطة من حصلها؟ بواسطة موسى عليه السلام. باعتباره من أتباع موسى الله سبحانه وتعالى من عليه باستجابة الدعاء. التفت جزاك الله خير. زين شاع الخبر إلى أن وصلت إلى فرعون لعنة الله عليه، وجمعت على أنه بلعم ابن باعورة عنده دعوة مستجابة، أي واحد يدعو عليه الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. من وصل الخبر إلى البلاغ إلى فرعون جماعته قال لهم وصوا على بلعم ابن باعورة. جابوه هنا وقفوا أمام فرعون قالوا له يا بلعم ابن باعورة أنت خيار أو إلى خيار، ما لك إلا خيارين، إما هذا الخيار وإما هذا الخيار. يا خيارين إما أن تكون من أتباع موسى وإما أن تكون معنا. إذا تصير من أتباع موسى نصفيك من الوجود. يعني شنو؟ وهاي الطواغيت دائما بيدهم إذا واحد يخالفهم دائما شو يسوون؟ يصفون. قال لهم شنو المطلوب من عندي؟ قالوا له المطلوب من عندك أنت عندك دعوة مستجابة. موسى هواي قدامك. موسى هواي قدامك. شنو المطلوب من عندي؟ قالوا له المطلوب تشيل ايدك إلى السماء وتدعو على اليمن. هي الكرامة منين حصلها؟ لو تاليه يدعو على اليمن يدعو على موسى. عجيب. هاي من العجائب. من العجائب. زين هنا ضم بين امرين اخواني. رجع لمن؟ رجع الى نفسه، شاف نفسه ما هي مستقره، جاب صراع. صارع بنفسه. ودائما الانسان شايف الانسان حتى بالمعصيه شباب لاحظين حتى بالمعصيه نفسه بشبيه. وحتى القران سماها لا اقسم بالنفس اللوامه. شنو اللوامه؟ تلوم انواع. مو دائما انت ترى المعصيه واحد يريد تلومك، مرات تلومك بس تصير ضعيف امامه، مو بيدك تصير ضعيف امامه. ظلت نفسه صارعه مولانا. لذلك الامام زين العابدين اليك اشكو نفسا بالسوء اماره. ظلت تصارع نفسها، ظلت تصارع هناك بعد ما ولهذا انا دائما اقول اخواني، اقول رب العالمين انه يعطيك شيء لكن يعطيك اياه يريد يختبرك فيه. تسمعني؟ شيء يختبرك فيه. هسه هذا الرجل من اتباع موسى، لكن الله يا رب العالمين مو سواد عيونه، الله يا علم من ساعد موسى. هذا مو يختبر ايها الاخوه. مرات انت رب العالمين يختبرك بزوجه، يختبرك بولد، يختبرك ببنت، يختبرك باخ، يختبرك بجار، يختبرك بصديق عملك. اختبار. الحياه كلها عباره عن ساحه للاختبارات ايها الاخوه. وحقا انت بالمدرسه رب العالمين هم يختبرك بمن؟ بوظيفتك. انت بالعمل هم رب العالمين يختبرك بوظيفتك. انت بارحامك رب العالمين هم يختبرك ويشوفك. هذا الرجل رب العالمين اختبار خاص. انطى ايه من الايات. شنو الايه؟ الا وهي الدعوه المستجابه. انت اذا كانت الدعوه مستجابه المفروض تركز على انه دير بالك تستخدمها فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. ظل يصارع بينه وبين نفسه، مالك نفسه. اخواني مو دائما انك تستجيب ايدك، ترى مرات انت تريد تشتهي القران لكن نفس ما لاحظوا يا اخواني مو بيدك. مرات تشتهي تصلي صلاه الليل لكن نفس ما صار. مرات تريد تجي للمجهول اماره ومعاصيك مولعه، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك اهون هالك. ما لها شغل وين تروح النفس.
أهم شيء تشبع رغباتها، تشبع غرائزها. يابا هذا فيها هلاك، ما لي شغل بيها هلاك. ظل يصارع ما قاوم يا عزيزي إلى أن التفت إلى فرعون. ايش قال له؟ قال له أنا أدعو على موسى. أدعو على موسى، يا أدعو على موسى. إجا الدابة ما ترى يركب عليه يطلع لكي يدعو على موسى. إجا صعد على الدابة، مجرد أن صعد على الدابة راد يتحرك أو راد تتحرك الدابة بيه، ما تحركت الدابة. ما تحركت الدابة. شال الصوت، ما تحركت الدابة، شال الصوت قام يضرب بيها. يضرب بيها مولاي. رب العالمين قادر على كل شيء. وإذا بالباري جل وعلا أنطق الدابة. قادر لو مو قادر؟ رب العالمين شو تكلم عن داوود وسليمان عليه السلام؟ قال وعلمناه شنو؟ ساعدني. وعلمناه منطق الطير، يعني الطير يحكي بس انا ما اعلم ايش جاي يتكلم. لان واحد امامك يتكلم لغه انجليزيه تفهمه؟ ما تفهمه، يرادك تتعلم لغه انجليزيه حتى تعرف ايش جاي يتكلم. هذا مولانا الطير يتكلم اصلا، حتى النبات يتكلم. هم علماء اختصاص يقولون حتى النبات له لغه خاصه به. لكن يراد لك واحد اللي يعرف لغه النبات ويعرف لغه الطير. رب العالمين لغه الطير اعطاها لمن؟ اعطاها لداوود واعطاها لسليمان عليه السلام. هسه هاي الدابه رب العالمين انطقها. ايش قالت له؟ خاطبت بلعم بن باعوره. قالت له يا بلعم بن باعوره أتريد مني أن أسير معك لكي تدعو على نبي الله موسى؟ أصف وياك ضد موسى. كل عقلك أنت، كل عقلك. مولانا من شاف المفروض من يسمع هيك يرجع. وصحيح سوى؟ أخذته العزة. شايف العنصرية والعصبية والعنجهية. المفروض الإنسان اللي يشوف الحق بينك ما بين الله. الإنسان اللي يشوف الحق شنو لازم؟ يتنازل ويخضع ويرجع. لا بالعكس، قام شال الصوت وقام يضرب بيها إلى أن قتلها. مجرد أن قتلها وإذا بالدعوة المستجابة سلخت منه. الدعوة المستجابة سلخت منه. شان ايده يدعو ما يفيد معه، لانه الدعوه المستجابه بيد الله سبحانه وتعالى. او موسى صاحب من موسى؟ صاحب الله سبحانه وتعالى. وانت تريد تشير ايدك الى الله وتريد من الله يستجيب دعائك على اليمن، على صاحب موسى. كل عقلك. موسى عليه السلام يوم اللي حصل سمعوني وتبع فرعون الى البحر، فرعون هو وجيشه تبع الى ان وصلوا يم البحر. من وصلوا يم البحر جماعته ايمانهم قليل، التفتوا وشافوا فرعون من وراءهم، قالوا له يا موسى انا لمدركون. وصل لنا فرعون وجماعته، هنا مولانا طفح ايمان موسى. ايش قال لهم؟ قال لهم كلا ان معي ربي سيهدين. هذا الايمان، هذا اليقين. هسه نسلخ من الدعوه. نجي للايات القران. هاي الايات اللي ذكرت ايش قالت الايات؟ قالت واتل عليهم، تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، واتل عليهم نبأ الذي، نبأ يعني الخبر العظيم، يعني صدق خبر عظيم. موسى يقول خبر صدق عظيم. الله يخاطب النبي يقول له واتل عليهم نبأ الذي شطنا آتيناه آياتنا. منو اللي انطى؟ احنا اللي انطينا الآيات والكرامات والدعوات المستجابة، لكن انطيناه احنا سبقناه من عنده. لو هو اللي يتعمد على نفسه قال فانسلخ شنو؟ فانسلخ منها. هو بإيده، هو لو كان صاحب الله صدق شاطر شنو على الطريق المستقيم. ولهذا اخواني شوي سمعوني، شوي راح تفتح قوس اخواني، وكلامي جدا دقيق واريد شوي تصغون اليه جيدا، لكن قبلها صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على اصلا اي وزن ما الي انا، لكن الحسين لما صعدت على هذا المنبر وقعدت عليه وقلت اقرا على الحسين، فانا لاجل الحسين الناس شنو؟ زين انا لما رب العالمين يعطيني هاي المكانه والواجب تحترمني وتقدرني ورب العالمين يعطيني هذا جاه الحسين، يصير انا اجي اتمرد على الحسين، شو تقول لي؟ تجي للخطوط الحمر، ومن جملة الخطوط الحمراء التي لا نساوم عليها ولا نجامل عليها ولا نداهن عليها ألا وهي قضية المرجعية. مرجعية تاريخ أيها الأحبة. العلامة أحد علمائنا أنا أحد الهدى مولانا من جبل عامل، تدري ايش سووا له هذا؟ سووا له مولانا قطعوه قطعة يوم اللي عرفوا شيء، حطوه في مولانا في هذا النوع من الاكياس، وجابوا لهم صوت مثل الشوك اخواني، وقاموا يضربون على اللحم ماله والعظام والدم الى ان اختلطت عظامه ولحمه ودماؤه كلها. انت تتصور هذا دينك اجى ببلاش؟ هذا انت قاعد اليوم وعقيدتك مسيطر، هذا اجى بدماء تنزف ودماء زكيه ايها الاحبه، نسبت على الارض الى ان تاريخ العراق الحديث وشفتوا الدماء اللي سالت، والبعض من اباء الكبار يدركون الدماء التي سالت من اجل هذا الدين وعقيده الناس والحفاظ على الناس. يجي مولانا صالح والله تعلم له كلمتين ثلاثه وصعد على المنبر وقرا له كم كتاب وتعلم شلون اللسان يتكلم ويوادم، اجى هذه الخطوط الحمراء قام يقفز عليها قفز. من انت؟ انت منو؟ انت من؟ هذا تاريخ مولانا، تاريخ هذا الامتداد الطبيعي لآل محمد، الامتداد الطبيعي للإمام المعصوم وهو صاحب العصر والزمان. تجي مولانا أنت مهما تكن أنت صغير، لأن هذا تاريخنا إخواني، تاريخنا. والله قضية ما عجبتك، قضية مزاجية، أنت ما صعدت إلا بواسطة المرجعية، إلا ببركة المرجعية، إلا ببركة المنبر، إلا ببركة. يجي مولانا في بعض الأحيان أكو بعض النماذج تجي مولانا ما أكو خطوط حمراء وتتجاوز، وشلون تجاوز النوم؟ يا ريت على عالم يا رب دخيلك، يا رب ارزقنا حسن العاقبة. ما أدري يا أخوان والله جاي يصير فينا ما أدري. أقول إحنا هذا تاريخنا وعقيدتنا اللي واضحة كوضوح الشمس، إيش بيها الوادم ما أدري. هذا تبليغ، امشي عليه، لازم امشي على الترابي على كيفك عزيز انت. مع الاسف والله مع الاسف ما حد شاء ان نرجع يم هذا الرجل. صعد بركه موسى عليه السلام، دعوه موسى ونبوه موسى وتاليه اللي يدعو على موسى رب العالمين. هم مولانا سلخ من عند الايات قال القران، قال او كالذي اتيناه اياتنا فشنو ساعدني؟ فانسلخ. شنو فانسلخ؟ يقولون هاي الكلمه فانسلخ منها تطلق على الحيه اذا سلخت من جلدها، يعني الظاهر هي لابسه ثوب غير ذاك الثوب الحقيقي، يعني الايمان ما كان داخل وين؟ الله، ما كان داخل بالعمق، كان مثل الثوب نزع مباشره وطلع ثوب جديد. وبالتالي يقولون الشيطان كان مئيس من عنده، قال ما اقدر اوصل له، لكن من طاح اجى الشيطان شنو؟ فاتبعه الشيطان. هذا مثال جميل انا مثله، اقول مثل الغزاله، مثل بالغابه الغزاله من يركض عليها اسد يركض اذا كانت نشطه وقويه مولانا يتعب من عندها في بعض الاحيان، يتعب من عندها ما يصيدها، يصير على جانب، لكن على لحظه من اللحظات شافها انكسرت الرجل مالته راحت. من تطيح يهجم عليها سيدنا ما يهجم عليها، ومن يهجم عليها يرحمها بعد ما يرحمها. اخوان الشيطان كان مئيس من عنده، لكن من شافه طاح. ذيك الساعه شنو؟ هجم عليه، ومن هجم عليه بعد ما يرحمها. القرآن شوف القرآن سوى قال فأتبعه الشيطان
فكان من الغاوين بعد. يقول ولو شئنا لرفعناه بهاي الآيات لكنه هو شو يسوي؟ لكنه أخلد إلى الأرض فاتبع شنو؟ فاتبع هواه، مزاجي. مثل من هذا حاله؟ قال فمثله، إذا حفظ الآيات بعضكم، فمثله مثل من؟ كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. نستجير بالله. راح تحط كفتين وروح شوف المخيفة، الحالة المخيفة. كفة آتيناه آياتنا. وين بالقمة. والكفة الثانية شنو؟ كلب صار. نستجير بالله. مو كلامي مال، هذا كلام رب العالمين اخواني. ولهذا شنو نطلب من الله اخواني؟ نطلب من الله حسن العاقبة.